كتير منكم دايما بتسألوني لو ينفع نحط القديم مع الجديد، المودرن مع حاجات فرنساوي أو إنجليزي قديمة. وفي البيت ده أنا عملت كده. عارفين الحتة اللي في البيت اللي هي بتبقى ولا هي المدخل ولا هي ليفينج ولا هي صالون؟ الحتة اللي في النص دي اللي ممكن نسميها waiting area، دي بتبقى من أصعب الأماكن إن هي تتفرش، عشان بنبقى محتاجين تبقى شيك وحلوة وتلفت النظر وفي نفس الوقت تبقى مريحة، عشان ساعات ممكن حد يقعد فيها. أول حاجة بعملها قبل ما ابتدي أي بروجكت إني بقعد مع الكلاينت أعرف هي نفسها في إيه اللي هي حباه وإيه اللي هي مش حباه، إيه الحاجات اللي عندها عايزة تخليها وإيه الحاجات اللي هي عايزة تتخلص منها. وكتير قوي في كلاينتس بيفتكروا انه في حاجات ما تنفعش خالص، لما نيجي نحطها بطريقه معينه بيبقى شكلها حلو قوي. اول حاجه هنا هتاخدوا بالكم انه في 2 ستايلز، في القديم مع الجديد. هنا الترابيزات والسايد تيبلز قدام، والكنب اللي محطوط جديد مودرن. كتير منكم دايما بتسألوني لو ينفع نحط القديم مع الجديد، المودرن مع حاجات فرنساوي او انجليزي قديمه. وفي البيت ده انا عملت كده. أول حاجة الكوفي تيبل اللي كانت محطوطة ما بين الكنبتين مش لايقة مع السايد تيبلز. زي ما قلت لكم ان السايد تيبلز هنا فرنساوي قديم. أول حاجة عملتها اني شلت الكوفي تيبل اللي في النص وجبت الباك سوفا اللي هي كانت محطوطة ورا الكنبة قدام. بالطريقة دي هي بانت وبقت لايقة أكتر على السايد تيبلز. وبرضو اخترت ان انا اغير في اللاي اوت. لما بنحط الكنب بأنجل بتفتح القعدة، بتدي المكان وسع. مادام غيرنا مكان الكنبة يبقى لازم نغير مكان السجادة. دايما اتأكدوا ان السجادة تبقى موازية للكنبة. هنا كسرت رول في الديكور ان هي الكوفي تيبل او الترابيزة اللي بتتحط قدام الكنبة مفروض تكون في علو الكنبة او اوطى منها شوية. بس الحقيقة عشان زي ما قلت لكم ان دي ويتنج اريا ودي الترابيزة اللي كانت لايقة مع السايد تيبلز، فان احنا نكسر الرول كان مش مشكلة كبيرة قوي المرة دي. لما حطينا ترابيزة في النص الفرنساوي اللي هي لايقة مع السايد تيبلز بجد ادت فخامة للمدخل. الفولار ايه اخباره؟ الفولار جامد بجد اسمك بالنص. الفضة كانت حاجة من الحاجات اللي الكلاينت ما كانتش حباها ابدا. كانت مامتها مدياها لها زي حالنا كلنا، بس هي كانت شايفة ان هي مش مودرن ومش ماشية مع البيت. بس لما نعمل ستايلينج للفضة واحنا بنحطها بدل ما نحطها كلها في حتة واحدة من غير ما نبقى عارفين ايه فين، لما نعمل لها ستايلينج مظبوط بيطلع الشكل حاجة تانية خالص. ودايما زي ما انتوا عارفين بقول عنصر الخضار في اي حتة بيدي شكل تاني خالص. اول ما بنحط اللون الاخضر في اي مكان سواء شجرة زرعة او حتى بوكيه ورد في فازة، على طول بنلاقي ان المكان نور. وما تستقلوش ان احنا when we fluff up the cushions بتدي شكل حلو قوي. بلاش انجليزي. طب فلاف اب اقولها ازاي؟ يعني وريها لي فيجوال. يعني نمسك المخدة كده ونعمل لها كده نظبطها فلاف اب. هنا بقى قدام الكنبتين كان في كورنر تاني، ومهمة قوي لما نيجي نعمل كورنر سواء ان هو في النص او في الجنب ان احنا نتأكد ان كل حاجة تبقى موازية. يعني التابلو اللي محطوط مع الكرسيين، الترابيزة تبقى في نص التابلو، السجادة تبقى مظبوطة مع الكرسيين والتابلو اللي على الحيطة. بجد لما بنركز في التفاصيل دي المنظر العام بيبقى مريح اكتر بكتير للعين. يا ريت اعرف ايه تعليقاتكم على الستايلينج في المدخل، وعايزه اعرف هل عندكم حاجات انتوا برضو في البيت قديمه ومش عارفين تحطوها ازاي مع الحاجه المودرن اللي عندكم. واستنوني في حلقه تانية من الفليب واحنا بنعمل ستايلينج لمكان جديد.